ايوه يا ماما، ايوه يا ماما، هو انا كده عند الكوافير يا ماما، وهروح اشوفه بقى كده، اقول له يخليني شبه هيفاء وهبي بالظبط. هيبقى شبه مين؟ انت عايزه تبقى شبه هيفاء وهبي؟ ده انت عايزه صنفره وميه نار، تبقى تدعي كده كده عشان تبيضي. ايوه يا ماما، هقول له يعمل لي شعري وكده يطلعني شبه هيفاء وهبي بالظبط. خلاص يا ماما، انا اول ما اطلع من المحل هخبرك على طول. تمام يا ماما، يلا سلام. يا رب ارزقنا بالحلال يا السلام رب. عليكم. عليكم السلام، هو انا اتفضلي عاوز استريح. اعمل شعري وعاوز اعمل 60 ماسك. شعر حضرتك استشوار يعني ومكوى؟ ايوه، ومعاه 60 ماسك. 60 ماسك. طب اتفضلي استريحي كده الاول بس. تمام ماشي. ايوه ايوه، ما تستغربش، ما هو لازم تعمل 60 ماسك طبعا، انت ممكن تخش في المية كمان. ده لا، ده اجباري مش اختياري الموضوع ده. هو حضرتك دلوقتي اللي انا اعرفه يعني في الطبيعي انه مثلا 5 ماسكات 4 ماسكات، لكن 60 ماسك ديت انا ما اعرفش حاجه عنها. 60 ماسك علشان انا عاوز اطلع شبه هيفاء وهبي بالظبط. نعم، هيفاء وهبي. ايوه لو سمحت. ازاي بس حضرتك؟ يعني انا لما اعمل لك الماسكات ديت هتبقى شبه هيفاء وهبي؟ ايوه بالظبط. انت حضرتك كده مش محتاجه اللي مزين. ازاي بقى؟ ايوه. ايوه انت عندك حق يا جيمي، هي مش محتاجه لمزين، ده محتاجه معجزه من عند ربنا تنزل عليها، مش محتاجه مزين. حضرتك زي ما بقول لك كده، انت ازاي؟ محتاجه الدكتور تجميل يعاين الاول الخلقه اللي طب قدامه. ما انت حضرتك اعمل لي 60 ماسك بالله وخليني اشوف انا بالله هطلع عامله ازاي، شكلي عامل ازاي، علشان انا بالظبط عاوزه اكون شبه هيفاء وهبي. هو حضرتك جو هيفاء ديت يعني مستحيل جدا. مستحيل هو ممكن ايه؟ لو عم وهبي مثلا يمشي الدنيا. هو وهبي ايه؟ انا بقول لك. حتى عم وهبي مش هينفع، يعني حتى عم وهبي اللي انت عمال تقولها دي مش هتنفع معاه. دي مستحيل، دي ما ينفعش، البشره غير البشره مستحيل، مستحيل. عاوزه اطلع شبه هيفاء وهبي تقول لي وهبي، وانا مالي ومال وهبي؟ لا حول الله يا رب. طب يا استاذه انت، المهم دلوقتي طلعني شبه هيفاء وهبي، اعمل لي 60 ماسك واعمل لي شعري لو يا سمحت. استاذه مهما عملنا 200 ماسك ونزل جديد خل وملح وتوم وفلفل وبصل، الحاجات دي برضه يعني مش هتحوق، مش هتجيب نتيجه. حضرتك ممكن بس تجرب تعملهم وخلينا نشوف شكلي عامل ازاي. ازاي حضرتك؟ انا ما عنديش دلوقتي الا 5 ماسكات، وحتى لو جبت من الصيدليه بره 60 ماسك باقيين مش هيبقى فيه نتيجه برضه. ازاي هتدفع بقى؟ على الفاضي. ازاي بقى؟ انا مش عارف والله. هو دلوقتي حضرتك تنفعي تشربي سكر او ملح مع شاي؟ لا طبعا. لا سكر ماشي ممكن نمشيها، لكن ملح مع شاي ما ينفعش. اه. صح. مم. طب احنا ازاي نجيب بقى حاجه يعني هيفاء وهبي مهم. مع حضرتك نمشي؟ يعني عيليني وانا معاكي في اي حاجه. طب ما انا مش عارفه بس. امال مين اللي هيعرف؟ احنا ممكن نسميك هيفاء وهبي، يعني الاسم ماشي، لكن الشكل مستحيل. محدش يعرف، حتى دكتور التجميل بنفسه لو انت رحتوا دفعت فلوس عمره ما يعملهولك، هي مش بالعافية، افهمي. طب يا استاذه، يعني شفت حتى انت صوتك مش جايب كلمه هيفاء وهبي، بتكحي. انت جايه لنا تموتي هنا يا استاذه ولا ايه؟ طب حضرتك لو سمحت ممكن تجيب لي ميه؟ ميه؟ اه. اتفضلي. شكرا. هنكسب ثواب والله. تسلم والله. طب نعمل ماسكات ونشوف في الاخر ايه اللي خلاص هيحصل. اعمل الماسكات زي ما انت قلت. لكن هيفاء وهبي دي ما ينفعش. وبعدين انت يعني انت سمره، المفروض السمار ده الجمال كله. نرضى بالبشره بتاعتنا، ما نقلدش غيرنا. صح. تمام. انا بحب هيفاء دي فعلشان كده كنت عاوز اطلع زيها. ماشي، حبيها واسمعها وكل حاجه، لكن ما ينفعش برضه ان احنا نقلد غيرنا. تمام. ربنا خلي كل واحد الكمال بتاعه كويس. تمام. واللي هيحبك هيحبك نفس شكلك دوت. صح كده. تمام. يبقى احنا ما نغيرش خلقتنا اللي ربنا مديها لنا. خلاص تمام. ماشي. وانا بهزر معاك يا ست من الاول والله. خلاص ولا يهمك. وانت احسن من هيفاء ومليون هيفاء كمان. تسلم والله. ماشي، اعمل لك ال4 ماسكات اللي عندي تمام. ونمشي الدنيا. تمام. لكن شكلنا دي خلقه ربنا، ما ينفعش احنا نغير فيها خالص. اعمل يا جيمي، اعمل ال4 ماسكات لما نشوف هيطلع شكلها ايه. انا شايف ان الماسك ده مش هينفع اصلا، يعني حتى لو انت هتطلع ماسكات مش هيبقى فيه نتيجة، بس هنشوف، يعني يمكن لعل وعسى يطلع شكلها احلى من كده. خلاص. تمام. تمام. وانت منورانا في المكان، اسم حضرتك ايه؟ انا رئيسة. ميسه منين؟ من السودان. اجدع ناس في الدنيا، منورانا في مصر. تسلم. هعمل لك الماسكات دلوقتي ونمشي الدنيا. تمام. لكن خلقه ربنا ما نغيرش فيها. تمام. تمام. اوكي. ثانيه واحده.